السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة، اللهم أمين يا رب. الله يبارك في الجميع. النهاردة تاريخ 29 من شهر 11 نوفمبر تقريبا، لو ربنا أعطانا في العمر بقية باقي تقريبا يوم واحد ونخش شهر ديسمبر أو شهر 12. طبعا أنا عاوز أتكلم إن درجة الحرارة وأنا أتحدث حاليا ربما تقارب من 19 درجة مئوية أو 18 درجة مئوية. دي رقم واحد. طبعا أتكلم داخل مصر، ربما يكون البلدان العربية سواء أصدقائنا في شمال أفريقيا أو حتى بلدان الشام متشابهة إلى حد ما مع مصر. طبعا عندي علم إن الأجواء في الليل بتنخفض تصل 15 درجة، الأجواء في الليل بتصل كمان لحتى نقدر نقول 12 درجات و10 درجات. تمام، لأن احنا خلاص فعليا دخلنا فصل الشتاء. أتمنى من الإخوة اللي بيستمعوا معانا يركزوا في العشر دقايق اللي أنا هتحدث فيهم، لأن ده كلام أتوقع هيهم الأصدقاء جميعا. نتمنى طبعا في البداية أي أحد من الأعضاء الجدد معانا أول مرة يستمع لينا نتمنى يشترك في القناة، لعل إن شاء الرحمن أي فيديو يتم نشره يوصل للأخ أو للأخت إشعار بالنصائح أو بالبث المباشر أو بإن تم نشر فيديو. طيب، أنا قرأت منشور اليوم الله يبارك في الجميع على منصة من منصات التواصل الاجتماعي، أتوقع الفيسبوك. المنشور نقدر نقول باختصار شديد أخ من العراق، تمام، عامة نسأل الله يا رب التيسير لي، بيتكلم على مادة بروتينية أو نقدر نقول محفز للنحل بروتيني، تمام، بحيث إنه يتم تقديمه للنحل. طبعا زي ما انتم شايفين إن شاء الله هبتدي أحط فيديو هو نشره، الأخ دوت نشر فيديو بيتم وضع نقدر نقول المادة الجافة ديت للنحل، والنحل يبتدي يقوم بتجميعها ومن ثم يدخلها للخلايا. والأخ طبعا كاتب إن دوت بديل لحبوب اللقاح وعالي البروتين وغذاء جاف يعتمد على حبوب اللقاح، امور كتير جدا. تمام، حتى كاتب السعر 10,000 اتوقع، والعلم عند الله السعر اللي هو 10,000 دوت بالعمله العراقي، لما ما كنتش انا مخطئ يعني. طيب، احنا عامه نتمنى لاي حد الرزق الطيب الحلال، ولكن انت جاي تحفز النحل. السؤال هنا بقى المهم بقى، انت جاي تحفز النحل في درجات حرارة ما تسمحش ان احنا نحفز الخلايا. بالمناسبة ربما يكون معظم الاصدقاء اللي بيستمعوا ليا وبيتابعوني عندهم مراعي في التوقيت الحالي اللي انا بتحدث فيه، خلاص مع اقتراب شهر 12 او شهر ديسمبر، مراعي ممتازة. تمام، طبعا اولا الكلام دوت خاص اكتر شيء بالبلدان اللي انا هذكرها حاليا، اصدقائنا في الجزائر والمغرب وتونس، كذلك الأصدقاء في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين الحبيبة والأردن، كذلك أصدقائنا داخل مصر وليبيا. البلدان ديت ذكرتها لأن ديت اللي موجود فيها تشتية للنحل، دي موجود فيها انخفاض درجات في الحرارة سواء في الليل أو النهار. أنا عاوز أتكلم على سبيل المثال أثناء النهار. تمام، الشمس بتطلع ربما ساعة وتغيب ساعتين ويجي هواء بارد ساعتين ثلاثة، الأجواء متغيرة، إحنا في شتاء، ممكن ينزل أمطار، ممكن ينزل منخفضات جوية. تمام، طب الطبيعة بشكل عام يوجد فيها أزهار اللهم لك الحمد سواء داخل مصر أو أصدقاء كتير في بلدان عربية أخرى. تمام، أزهار لو درجات الحرارة معتدلة النحل عنده القدرة إن هو يسرح ويجيب كميات كبيرة من حبوب اللقاح. صح ولا أنا مخطئ؟ أنا أتوقع والعلم عند الله إن الكلام اللي أنا أتحدث فيه ده صحيح بالنسبة للجميع. تمام، طيب، في معضلة ربما يكون عند الجميع وممكن يكون الأخ النحال نفسه متخوف منها، وهي إيه؟ وهي إن إحنا صعب في التوقيت الحالي نقدم تغذية سكرية سائلة. صح ولا لأ؟ نتكلم درجات حرارة منخفضة أقل من 20 درجة، احط محلول سكري اليوم واغذي النحل، والاقي بكره او بعده او كمان 3 ايام النحل بيزحف، هيحدث زحف، الرطوبه هتعلى في الخلايا. تمام، وبالتالي احنا بنشتغل على ايه؟ بالتالي احنا بنشتغل على العجائن الكندي او العجائن السكريه. تمام، لان الاجواء مش مستقره.
طيب لما انا دلوقتي احفز النحل واشتري احد المنتجات البروتينيه او المواد اللي هي نقدر نقول بدائل لحبوب اللقاح، واحفز النحل على اساس ان النحل يتحفز والملكات تضع البيض، البيض دوت والحضنه هيحتاج ايه؟ هيحتاج غذاء. تمام. فبالتالي هبتدي اقدم تغذيه سكريه. طب انا ضامن كمان 3 ايام هيحدث ايه؟ انا ضامن اول 10 ايام في شهر 12 هيحدث ايه؟ منتصف شهر 12 هيحدث ايه؟ دي كلها في علم الغيب، الله سبحانه وتعالى اللي يعلم. تمام. ولكن احنا داخلين في فتره شتاء. تمام. وتكلمنا الكلام ده ربما يكون من فصل الخريف ونهايه الصيف، قلنا الشتاء هذا السنه 2023 ربما هيكون شتاء قارس، واتمنى يكون وجهه نظري دي خاطئه، بس دي المؤشرات بتقول كده. تمام. فنصيحتي لكل الاصدقاء، محدش يحفز النحل في التوقيت الحالي بكل ما تعنيه الكلمة خطأ. إن أحد يقوم بتحفيز الخلايا سواء بتقديم عجائن بروتينية أو أخونا اللي بيعرض المنتج من مواد جافة. تمام. بعيدا عن إنه أصلا بيضعها خارج الخلايا والنحلة ونحل غيرك ياخد منها وتنقل أمراض وما شابه ذلك. بعيدا عن ده كله، تمام، أنت طالما اديت مادة بروتينية، تمام، حتى لو حبوب لقاح طبيعية أعطيتها للنحل في البرواز، انت في المقابل لازم تعطي تغذيه سكريه. تمام. فلذلك اتمنى من الاصدقاء اللي انا ذكرت البلدان بتاعتهم، تمام، ممنوع منعا باتا يحفز الملكات في هذا التوقيت. طيب اخ داخل المملكه العربيه السعوديه بيستمع لينا او اليمن، تمام، وعنده اجواء ممتازه، اجواء معتدله، درجه حراره ربما تقارب من ال 30 درجه، هل الكلام ده يخصه؟ لا، ما يخصكش. انت بالنسبه لك بتحفز وتقدم تغذيه. انا اتكلم على الاجواء عنده صعبه. خلينا نتكلم بصراحه بما يرضي الله. انا كرجل نحال، تمام، باجي اخرج من المنزل للشارع، تمام، او حتى لو رايح المنحل، انا بلبس ملابس تقيله وبلبس جاكيت لان الاجواء صعبه. الاجواء صعبه صدقا، فما بالك لو نزل امطار، فما بالك لو في هواء بارد. تمام. الاجواء بكل ما تحمله الكلمه صعبه. فانا احذر اي احد من الاصدقاء اللي متابعين معانا، حد يقوم بتحفيز النحل او بتحفيز الخلايا، تمام، بتقديم اي مواد بروتينيه في هذا التوقيت. الامر الاخر، واشرت للكلام ده، ان المراعي الطبيعيه موجود فيها خير ربنا. المراعي الطبيعيه موجود فيها خير ربنا، ولكن النحل ما عندوش القدره، تمام، يسرح. عنده نقدر نقول امر مسبب له اعاقه. ايه هو الامر اللي مسبب له اعاقه؟ المناخ او الطقس بالنسبه للنحل بيخلي النحل يسرح مثلا في حدود النص ساعه او الساعه، ده لو اجواء دافئه. تمام. وباقي اليوم هواء ورياح وامطار وما شابه ذلك. تمام. فاتمنى من الاصدقاء اللي متابعين معانا ياخذ الكلام ده بعين الاعتبار. انا ما ارضتش صدقا على الكلام اللي هو على الفيسبوك ده او المنشور ده مجرد تعليق. قلت لا، لابد ان احنا نتكلم فيه كنصيحه. الاخ النحال او الاخت النحاله تستمع ليها، يفهموا وجهه نظرنا ايه. تمام. انتوا كما تعلمون وقت ما بنحب نحفز النحل بنتكلم وبنشجع الاصدقاء ونقول حفزوا. تمام. ولكن اجواء بارده مع تحفيز نحل هنسبب مجاعه للخلايا. النحل لو عنده بروازين عسل، اول ما يخرج الحضنه هياكل العسل ده بالكامل. تمام. وان انا اقدم تغذيه سكريه هسبب مشاكل، والنحل يزحف. وارجع اقول اخويا محمد المصري، عند النحل فيه اسهال، عند النحل فيه اكارينا، عند النحل بيزحف في ارضيه المنحل، عند الخليه انهارت. تمام. عند الرطوبه زايده في الخليه. اخونا من سوريا امس، اتوقع الاخ موسى، ما كنتش مخطئ يعني، تواصل معايا على الواتساب. الرطوبه داخل الخليه في معدل عالي جدا لدرجه ان هو فقد خلايا عنده. الحضنه وقع في ارضيه الخليه، الامور متدهوره عنده. تمام. ده كله بسبب ايه؟ بسبب ان هو تارك الرطوبه داخل الخليه، تمام، سواء في ارضيه الخليه او في الغطاء، لحد ما الرطوبه دمرت النحل، خلت النحل يجيله مشاكل في الجهاز التنفسي، دمرته. اتمنى واشد على يد كل اخ بيستمع ليا ياخذ النصيحه بعين الاعتبار. يشهد الله احنا ما نبغاش من اي احد اي مصلحه غير فقط تقديم النصيحه بالخصوص للنحال المبتدئ. تمام. انما احد
نقدر نقول مش مقتنع بكلامنا، ده شيء يرجع لك يا اخي. تمام؟ صدقني اول الناس تخاف على مصلحتك انت، احنا سواء هنيجي نتكلم في مكافحه او تحفيز نحل او ما شابه ذلك، احنا بنحاول نمشي مع النحال خطوه بخطوه. احنا شايفين الاجواء والطقس. انا بالمناسبه دخلت بحث سريع قبل ما اتكلم في الفيديو دوت، لقيت ان درجات الحراره مشابهه للاصدقاء في الجزائر واصدقائنا في المغرب واصدقائنا في الاردن، كذلك بعض البلدان اللي انا ذكرتها لقيتها مقاربه لاجواء مصر. ربما يكون اختلاف درجه اتنين، ولكن مقصود كلامي الجزء بتاع شمال افريقيا او بلدان الشام مقارب جدا للاجواء. تمام؟ فنصيحتي للجميع اضغط نحلك، ما توسعش لنحلك، ما تقدمش تغذيه سائله وقدم التغذيه الجافه او العجائن. تمام؟ ديت امور خدها بعين الاعتبار. حاول بقدر الامكان ما تفتحش الخلايا في اوقات يكون فيها برد، احترس من ذلك. نتمنى ناخذ الكلام ده بعين الاعتبار. نتمنى لو احد الاصدقاء يشاركوا المعلومات ديت لاصدقاء اخرين لعل الاخ يستفيد. صدقونا كل ما المعلومه توصل لاخ اخر ويستمع ليها ويستفيد، احنا كده بنحاول ننشر ثقافه صحيحه. تمام؟ وبالتالي كلنا بنجازي فيها خير من عند الله سبحانه وتعالى. تمام؟ الله ييسر الحل للجميع. مشكورين، شكرا جزيلا.